Hola, muy buenas todos, muy buenas todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenido a mi canal, bienvenido a otra ocasión del canal de MYS o MYS. Continuamos donde lo dejamos con la letra X. آه، الحرف X. الأول عايز أعرفكم بنفسي. أهلا بيكم. أتمنى تكونوا في أتم حال. أنا محمد يسري، متخصص لغة إسبانية. لاحظت في بعض النطق إن في ناس بتنطق لا لترة X بطريقة غلط. فمثلا بيجوا على كلمة إكسينوفوبيا بيقولوها إكسينوفوبيا، هي مش نطقها كده تماما. طب اسمها إيه؟ هنعرف دلوقتي بس بعد ما نشرح لا لترة X كلها. آه، La letra X, el حرف X, una letra consonante muy parecida a la del inglés X. حرف ساكن شبيه جدا بالإنجليزية X، وبيتنطق أو الكتابة الصوتية بتاعته كس، زي excellent. لو لاحظت في النطق أنا نطقت excellent. دي الكتابة الصوتية للإكس، ودي بمعناها ممتاز. نيكسون هو بمعنى رابط. رابط في الجملة زي الرابط ك. فمثلا الرابط ك زي espero que seas bien. فالنكسو نطقتها نكسو زي سكسو اللي هو النوع. أوكسيليو. الكتابة الصوتية كده، فنكررهم تاني: excelente, nexo, sexo أو exilio. هنا نقطة ملحوظة: في حالة الكلمة بدأت ب X إذا تنطق اس. فمثلا أقول xenofobia وليست xenofobia. Es un gran error. ¿Está bien? سيلافونو. الكسنوفوبيا هي الاحتكار الثقافي أو كره للأجانب. السيلوفونو دي آلة موسيقية اللي هي بنسميها السكسلوفون هنا في العربية. سيلوفونو إي سينوفوبيا. في ملحوظة تانية بيقول هناك كلمات تنطق بآكس على أن كونها خاء. إزاي الحرف آكس يتنطق خاء؟ فبيقولك إن في العصور الوسطى في القرن الخمستاشر والقرن الستاشر كان بتتنطق الآكس خاء. فمثلا احنا هنا بنقول في العربية دولة المكسيك، وبنقول مكسيكو في الإنجليزية. لكن في العصور الوسطى كانوا بيقولوها مكسيكو، والنطق ده فضل على حاله لغاية دلوقتي في بعض الكلمات وليس كلها. فما ينفعش أقول مثلا في إكسلنت إخيلنت، غلط. في بعض الكلمات زي مكسيكو، تيخاس مش تكساس، بالإسبانية تيخاس، وحاكا. está bien. احفظ القاعدة كويس وخليك عارف القاعدة عشان هتحتاجها بعدين وانت بتنطق. نكمل. La letra R. الحرف R. La R es una letra consonante parecida a la R. الحرف R هو حرف ساكن شبيه جدا بالحرف R في العربية. الحرف دوت أنا لقيت فيه كمية أخطاء حتى وأنا كنت لسه بادئ في الإسبانية. كانت الدكتورة كانت بتطلعلي الغلطات في الحرف دوت. فمثلا أول كلمة هي بتتنطق مش رانا غلط، هي رانا. رابيدو، راديو، روبا. تمام. وهنشوف ليه أنا نطقتها رانا ما نطقتهاش رانا، وليه نطقتها رابيدو ما نطقتهاش رابيدو. بيقولك hay una regla de la R, no la olvides, لا تنساها. está bien. vale.
في رجلة بمعنى قاعدة لحرف ال R لا تنساها. إيه هي؟ في حالة أن الحرف جاء في أول الكلمة فينطق دبل R، اللي هو هنا أنا قلتلك إن رنا مش هتتنطق رنا، يبقى أول لما حرف ال R بيجي في أول الكلمة بيتنطق دبل R، زي regalo, rápido y regla. regla está bien. regla لو هتنطقها باللهجة المدريدية. في حالة وجود الحرف دبل R ينطق مشدد، الحرف ينطق مشدد، أو R fuerte. R débil يعني R واحدة، R fuerte يعني ينطق دبل R، زي guerra, jarra, carro, perro. جرة حرب، خارة اللي هي الجرة أو الشفشق، كارو عربية، وبيرو هو الكلب. ولو وقعت في نصف الكلمة أو آخرها نطقت راء مخففة، يعني لو حرف R دوت وقع في نص الكلمة هنطقها راء عادية زي الراء العربية، زي كارو وباراتو وانترار، انترار وثركار. كارو بمعنى غني، وباراتو بمعنى رخيص، أو كارو بمعنى يعني حاجة ثمينة، باراتو رخيص، انترار يدخل، وثركار يقترب. ولو وقعت بعد الحروف N S أو L، لو الراء أو ال R وقعت بعد الحروف N S أو L تشدد حرف لا R، بنخليها دبل R. فمثلا بدل ما أقول alrededor فبقول alrededor. إسرائيل، honra, enriquecer, enriquecer. طب ليه ما قلتش alrededor وإسرائيل وhonra وenriquecer؟ لأن لو لاحظت إن لا L جاي بعدها R، ولا R جاي قبلها S، وhonra N، وenriquecer في N وN R S و L، فهنطقهم alrededor بمعنى حول، وإسرائيل، إسرائيل اللي هي بني يعقوب، وأنرا بمعنى الشرف، وإن الركثير بمعنى ينمي، أو بمعنى يثمن الشيء أو يغني الشيء. في قاعدة كمان: si una palabra con R lleva el prefijo sub. البريفيخو يعني ايه بريفيخو؟ بيقولك ان لو كلمة حملت حرف R، يعني بتبتدي بالحرف R وفي قبليها بريفيخو. بريفيخو اللي هو البريفكس، يعني حاجة بتخش على الكلمة قبل الكلمة، أو مقطع بيخش قبل الكلمة فيغير معناها. فمثلا عندك بريسكريبير، بريسكريبير بمعنى غير معنى اسكريبير، وإنسكريبير غير بمعنى اسكريبير. فدوت إن وبري دوت البريfijo. Se escribe con una R, pero se pronuncia o su pronunciación es fuerte. Por ejemplo, subrogar, subrayar، subrayar. لو لاحظت هنا sub جاي prefijo قبلها، اللي هو اللي قلتلك إن لو شفت sub وبعديه R، كلمة بتبتدي R بتبدأ تنطق ال R مضاعفة، subrogar وsubrayar. subrayar اللي هو يحط underlined أو يوضح حاجة، يعني لو جبت قلم فوسفوري وحطيت على كلمة أو جملة انت كده عملت لها سوبريار أو وضحت الحاجة دي. وسوب، المقطع سوب دوت بيفيد حاجة تحت، يعني بيحط معنى حاجة تحت حاجة. أو مثلا المترو
المترو دوت تحت الأرض، فبقول سوب، بضيف المقطع دوت على حاجة عشان أضيف إن الحاجة دي جاية عايز أقول إن الحاجة دي تحت، يعني في حاجة تحت والكلمة اللي بعديها بتوضح الحاجة دي. تمام. hasta ahora terminamos. Espero que sea aprovechado, muy beneficio para ti. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشيره مع صاحبك، قوله انت مش عارف القاعدة دي، آه، استفاد منها وذاكرها y no caminarás solo jamás. Hasta luego amigos.